شارك آلاف المغاربة في مسيرة بمدينة الحسيمة شمالي البلاد مطالبين بالعدالة والقضاء على الفساد، وذلك بعد 7 أشهر من مقتل بائع سمك بالمدينة سحقا داخل شاحنة قمامة. ومع أن الاحتجاجات السياسية في المغرب تكون محدودة عادة، غير أن التوتر في الحسيمة يحتدم منذ أكتوبر الماضي. جرح غائر وقديم بدأ ينزف من جديد. لمنطقة الريف المغربية تاريخ من التشنج والتوتر مع السلطة المركزية في الرباط، علاقة ورثتها الأجيال وتوجهت الأضواء لها اليوم بعدما علت وتيرة الاحتجاجات في مدينة الحسيمة شمالي البلاد. هل أنتم حكومة أم عصابة؟ وإذا كان للوطن معنى فعليه أن يحتضن جميع أبنائه. شعارات رفعها آلاف المغاربة أمس في مدينة الحسيمة وسط تظاهرة حاشدة عرفت استجابة كبيرة وتمت في أجواء سلمية رغم الإنزال الأمني الكثيف الذي سبق التظاهر في المدينة وضواحيها. الأحداث تعود إلى 7 أشهر خلت بعد أن أيقظ حادث مأساوي أهالي مدينة الحسيمة على معاناتهم. مقتل بائع السمك محسن فكري كان النقطة التي أفاضت الكأس وأخرجت سكان المنطقة إلى الشوارع مطالبين بمحاكمة المتورطين ومحملين الحكومة مسؤولية التهميش الذي تعاني منه المنطقة منذ فترة طويلة. الحكومة التي سبق أن أكدت أن منطقة الريف والحسيمة تحديدا تحظى بنصيبها من المشاريع الاقتصادية الوطنية تعمقت الأمس أكثر في وضع الحسيمة وأعلنت عن تفهمها لمطالب سكان الريف. وفي هذا الإطار تطرق العرض للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنات والمواطنين والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ساكنة المنطقة. مشهد غير مألوف، فالمملكة المغربية لم تعتد على الاحتجاجات السياسية قبل أن ترتبط هذه الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي بمنطقة الحسيمة. مظاهرات انطلقت بداية للتنديد بمقتل بائع السمك، لكن سرعان ما اتخذت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية ومكافحة الفساد. أحداث تضع الحكومة المغربية من جهة والملك المغربي من جهة أخرى أمام خيارين، فإما الاستجابة لمطالب أهالي الريف أو قمع المظاهرات على غرار أحداث عام 1958. معنا الآن من الرباط أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. أستاذ أحمد مرحبا بك. الاحتجاجات في الحسيمة لا تتوقف ولا تنحسر بل لا تزيد إلا توسعا، إلى أين تسير الأمور في الحسيمة الآن؟ الأمور في الحسيمة تسير في الاتجاه الذي رسمته لها الأحداث التي عرفتها منذ مقتل محسن فكري طحنا في شاحنة النفايات. نعم. ما هو هذا الاتجاه؟ التصعيد؟ الاتجاه ليس تصعيدا ولا إبطاء، وإنما مواصلة المطالبة المشروعة بالاستجابة لكل المطالب التي رفعها الحراك هناك في مدينة الحسيمة. وبالتالي فإلى حين أن تستجيب الدولة لهذه المطالب وأن تفتح حوارا جديا مع الحراك فإنه سيستمر وسيتواصل، لأن هذا هو الاتجاه الذي يسير فيه. قبل قليل استمعنا إلى الناطق باسم الحكومة المغربية الذي فحوى كلامه وكأنه يقول أن الحكومة موافقة على تلك المطالب من حيث المبدأ ولا مشكلة معها باعتبارها مطالب اجتماعية بسيطة يفترض أن تطبق فعليا. أين المشكلة إذن إن كانت الحكومة تعترف بأن تلك المطالب مشروعة؟ إذن المشكل وهو في الطريقة التي تعودت بها الدولة على تدبير مثل هذه الملفات، سواء تعلق الأمر بالمطالب السياسية أو بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية، أي أنه هناك تصور يعتبر بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الدولة، وبأن الدولة هي التي تعطي وتمنح وهي التي تحجب وتمنع. وبالتالي فلا زالت الدولة المغربية لم ترقى
يرقى إلى مستوى التعامل مع النضج الذي عبر عنه ويعبر عنه الحراك داخل المجتمع المغربي بشكل عام، والحراك الذي تعرفه منطقة الريف ليس فقط في مدينة الحسيمة وإنما في كل المدن والقرى التي توجد في الجوار. أن تماطل السلطات أو يعني تمتنع عن تلبية المطالب، يعني قد يقول قائل هذا يعني تعود عليه المغاربة وأنه منطقي أو عادي طبيعي، يعني هكذا تجري الأمور، ولكن أن يتم تخوينهم واتهامهم بالمطالب الانفصالية والعمالة لجهات أجنبية، فهذا ما يصدم هؤلاء المحتجين. أيضا هذا يدخل في إطار الاستراتيجية التي تعودت الدولة على اعتمادها عندما تكون في مواجهة مثل هذه الحركات أو الأحداث. فسبق ذلك أن قامت به الدولة عندما انطلق حراك 20 فبراير، إذ اتهمت كل النشطاء الذين ساهموا في إطلاقه بالعمالة الأجنبي وبخدمة أجندات أجنبية، وذلك لم يفلح ولم يثني المواطنين والمواطنات على الانخراط في هذا الحراك. الأمر أيضا الآن يجري وبطريقة فجة التعامل به مع الحراك في الحسيمة وفي منطقة الريف. فاتهام الناس بالعمالة وبالرغبة في الانفصال هو ادعاء الغاية منه هو التضليل وحجب حقيقة الدوافع والبواعث التي جعلت المواطنين هناك يخرجون ويتشبكون بالاستمرار في المطالبة وفي الاحتجاج إلى حين فتح حوار حقيقي معهم على مستوى عالي، نظرا لأنهم لم يعودوا يثقون في كل. حينما تقول حوار على مستوى عالي ماذا تقصد؟ المقصود بذلك أن تكون الدولة برموزها وبمسؤولها هي. طيب المشكلة أن المتظاهرين يشككون في مصداقية ونزاهة الأشخاص الذين تطرحهم الدولة للتفاوض معهم، المسؤولين المحليين وحتى الذين يأتون من الرباط. نعم هذا صحيح، لأن هؤلاء ليسوا إلا وسطاء، وبالنسبة إلى النشطاء الحراك فهم فاقدون لكل مصداقية، بل أن منهم من يمكن اعتباره بأنه متورط في الوضع الهش الذي تجال عليه المنطقة، وبالتالي فهؤلاء ليس لهم سلطة الحل والعقد، وبالتالي فهم فقط جاءوا للإلهاء ولفتح حوارات مشوشة. في بعض تلك المظاهرات هناك من طالب بأن يأتي الملك بذاته إلى المنطقة ليلتقي بشعبه هناك من يطرح هذه المسألة، ولكن كيفما كان الحال فللدولة رئيس الحكومة، ومن المفروض أن الحكومة كحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية وأن تتوجه إلى المنطقة وأن تحاور الفاعلين الحقيقيين في الحراك وأن تستمع إلى مطالبهم وأن تستجيب لها وأن تضع استراتيجية لتنفيذها، لا أن تكون مجرد وعود. هل تستطيع العسكرة كما سميت والتجيش الأمني الذي اتهمت به الدولة من قبل المتظاهرين أن تنهي هذه الاحتجاجات؟ لا يمكن أن تنهيها بشكل نهائي، وإنما ربما قد تؤجلها، ربما قد تجعلها تعود إلى الجذور التي منها انطلق هذا الحراك وهو الذي لا زال يغذيه ذلك تلك الجذور التي تعود إلى الماضي الأليم الذي عرفته المنطقة. ونحن نعرف أن منطقة الحسيمة وغيرها من المناطق في المغرب التي تعاني من مثل هذه الوضعية مناطق كانت عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها، وبالتالي فالاستعمال أو اللجوء إلى هذا الحل هو لا يمكن أن يثمر النتائج المرجوة منه، سيؤجل ربما الوضع وسيشحنه بعوامل احتقان أكبر وسيجعل منه وضعا متفجرا في المستقبل. وبالتالي فبالنسبة إلينا على الدولة أن تحترم ذكاء شعبها ومواطنيها وأن تعاملهم بالكيفية التي تليق بهم كمواطنين لهم كرامة ولهم حقوق ولهم حريات ينبغي الحفاظ عليها. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الرباط العاصمة المغربية.